السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكل السما، الاكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهاردة باذن الله هنعمل مع بعض كيكة الفانيليا بالكريم شانتيه والفواكه. نعملها كيكة سهلة وبسيطة، وهنزينها بالكريمة والفواكه، اي فواكه موجودة عندنا. يلا نبدأ بمكوناتنا وبطريقتنا. عندنا في مكوناتنا في تحضيرة الكيكة عندنا كوباية سكر، كوباية الا ربع حليب، نص كوباية زيت، وثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ. عندنا كوباية ونص دقيق، 5 نجوم، عليه ذرة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة فانيليا، وعندنا كمان معلقتين خل. يلا نبدأ بمقاديرنا ومكوناتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة في مكوناتنا هخلط جميع المكونات السائلة مع بعض. يعني هنزل بالبيض، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليهم الفانيليا. هنزل كمان بالسكر واللبن والزيت ومعلقة الخل، وهخفق جميع المكونات كلها مع بعض لمدة 3 دقايق. بعد ما خفقت كل المكونات بتاعتنا بالشكل ده في الخلاط، هنزل بقى، هجيب بولة فاضية وهنزل بالمكونات بتاعتنا. اتأكد ان السكر داب تماما وانا بخلطه. يبقى للخطوة التانية عندنا كوباية ونص دقيق، عليهم ذرة ملح، قلبناهم كويس. هننزل بقى بالبيكنج باودر ونقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما البيكنج باودر يختلط مع الدقيق تماما. بعد ما قلبتهم مع بعض كده، هنزل بقى بالدقيق على الخليط بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل واحدة واحدة وهقلب. هجيب المضرب عشان اقلب بيه. هقلب بقى واحدة واحدة وهنزل بالدقيق واقلب المكونات بتاعتنا كلها بالشكل ده كده في اتجاه واحد، علشان يدخل هواء في الخليط والكيكه بتاعتنا عندنا تبقى منفوشه كده ومش مكتومه ببعضها. هنزل ببقيه الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن بين ايدينا يا رب، اللهم صل وسلم وبارك. بالطريقه ديت بعد ما خلطت كل المكونات كده عندنا لحد ما الدقيق اختفى تماما، شايفين الفقاعات وشايفين الكيكه بتاعتنا السائل بتاعنا لا خفيف ولا تقيل، بسم الله ما شاء الله. عندنا بقى صينيه الومنيوم مقاس 28، دهنتها بالسمنه بالطريقه ديت بفرشه خفيفه، وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك. بالطريقه دي هنزل كده كل الخليط في في الصينيه بتاعتنا، نظبطها كده. هسخن طبعا الفرن من قبلها، لازم الفرن بتاعنا يبقى سخن من واحنا بنعمل الكيكه. هدخلها على الرف الاخير على الشبكه، هتقعد في الفرن 25 دقيقه لحد 30 دقيقه على اخر رف على الشبكه، على درجه حراره 180، درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه او 30 دقيقه. نيجي بقى نعمل الكريمه يا حبايبي لحد ما الكيكه بتاعتنا تستوي في الفرن. هنجهز الكريمه معانا. عندنا كوبايه ونص كريم شانتيه خام بدون سكر، عليهم كوبايه وربع ميه ساقعه متلجه، عليهم معلقتين كبار سكر. يلا نبدأ بالمضرب بتاعنا الكهربائي ونخفق على اعلى سرعة لحد ما الكريمة عندنا تعلى وتبقى كريمي كده وتقيلة، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الكريمة بتاعتنا يا حبايبي، شايفين بسم الله ما شاء الله القوام بتاعها ناعمة وجميلة جدا. هسيبها بقى في التلاجة تسقع لحد ما نجهز الكيكة بتاعتنا. الكيكة بتاعتنا يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن قعدت في الفرن 30 دقيقة، شايفين بسم الله ما شاء الله هشة. اختبرتها بالخلة بالشكل ده ما شاء الله، مستوية وهشة جدا ما شاء الله، حلوة جدا وريحتها تحفة. هسيبها تبرد وبعد كده هنحط عليها الكريمة.
والكيكه بتاعتنا دافيه كده يا حبايبي. عندي بقى نص كوبايه لبن عليها معلقه سكر، هقلبهم كويس وهاجي بقى عشان اشربهم للكيكه. هعمل بالخله بتاعتنا كده على الكيكه علشان لما احط اللبن تشرب اللبن. هي ما شاء الله هشه، فانا مش هديها كتير. هخرمها بالشكل ده كده ما شاء الله. اللهم صل وزد وبارك. ما شاء الله كيكه هشه وجميله جدا بالشكل ده. تاني خطوه بقى هشربها اللبن كده. بسم الله. مش شرط اديها نص الكوبايه لان هي ما شاء الله هشه جدا. الطريقه ديت بس عشان تبقى طريه معانا. هسقسقها اللبن كده عشان تبقى طريه معانا بالشكل ده. بعد ما سقسقتها باللبن بالطريقه ديت يا حبايبي، عندنا بقى الكريمه عشان نحطها على وشها، وعندنا الفاكهه بتاعتنا عنب وموز وتفاح. انا قطعتهم وجهزتهم بالطريقه ديت. اي فاكهه عندك حطيها عليها. هنيجي بقى علشان نحط الكريمه على الكيكه بتاعتنا من فوق. هاخد كميه من الكريمه واحطها على الكيكه بالتساوي. حاول ان انا اسويها، احط عليها طبقه حلوه كده، واحاول ان انا اظبطها وافردها كلها على سطح الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين بالطريقه ديت كده، حاجه بسيطه وسهله مش هتاخد منك وقت خالص بالشكل ده. حاول كمان احط من الجناب، هغلف الجناب الكيكه كمان بالكريمه بالطريقه ديت. غلف الكيكه كلها بالكريمه واظبطها كلها. وبعد ما خلصتها يا حبايبي بالكريمه وعملتها بالشكل المشنشر ده، شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه تعمليها بشكل مستوي ماشي، بالشكل المشنشر ده بيبقى شكله حلو جدا. هنزلها عندي بالفاكهه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تفاح مقطعاه شرايح كده. بسم الله كده. نشيل ده عشان يتوسط كريمه، معلش. نحط واحده تانية بالطريقه ديت كده. اي فاكهه موجوده عندك حطيها. عايزه تسيبيها بالكريمه مفيش اي مشكله بالشكل ده. وكمان هنحط عنب بالشكل ده كده، قطعه عنب كده. اي حاجه زيني بالطريقه اللي انت عايزاها بحاجه بسيطه كده. بعد كده بالموز، مش شرط يعني ان انت في التزيين تبقي اوبشن زينا كده، حاجه بسيطه بالشكل ده. انا بزين عشوائي على فكره يعني اي حاجه زيني براحتك بالطريقه دي. ودي يا حبايبي الكيكه بتاعتنا بعد ما زينتها بالفواكه، وكمان حطيت شوكولاته بشرتها وحطيتها في المكان الجزء اللي فاضي ده، وعملت كمان بالكريمه داير ما يدور بالشكل ده في انكاس صغيره شايفين. وكمان على الجناب عملتها بالفرموسيلا، حاجه بسيطه وجميله. ما بقتش عندنا كيكه، بقت عندنا تورتايه. شايفين الشكل والجمال؟ الله اكبر، حاجه جميله جدا. ما خدتش معانا وقت خالص وما كلفتناش كتير. هقطعها واوريها لكم دلوقتي. هنيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم، هنقطع جزء منها كده. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. اقطع معاكم جزء. ما شاء الله الله اكبر، طريه وحلوه جدا. شايفين
ما شاء الله الكيكة عندنا عاملة ازاي، هشة وطرية جدا. كيكة هشة وطرية والكريمة ما شاء الله حلوة جدا، شايفين حاجة تفتح النفس. جربوها وقولوا رأيكم في التعليقات بعد ما تعملوها. كنتم في مطبخ أكلة سما، من أكل كله بيتي وسهل ولذيذ على قد الإيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.